النهاردة هنعمل حلا بارد بجد بمكونات بسيطة جدا. النهاردة هنعمل يعني الجمال اللي انتوا شايفينه ده بمكونات بسيطة جدا وكمان صيامي. بجد مفيش اجمل من كده، يعني مش قادرة اقول لكم، يعني طعمه بجد رهيب، وكمان مش هياخد منكم ولا وقت ولا مجهود في تحضيره، وحلو جدا كمان لراس السنة. وكمان غير كده يعني كفايه ان هو صيامي. مش قادره اقول لكم الثلاث طبقات يعني بجد اجمل من بعض، الميكس كله على بعضه بجد حلو جدا. يلا بينا على طول نشوف الطريقه ونشوف عملنا الحلى البارد الجميل ده ازاي. اول حاجه معايا هنا مكونات الطبقه الاولى. هنا معايا نص كوبايه من السكر. يا ريت طبعا السكر ما نزودش على نص كوبايه علشان ما تطلعش يعني الوصفه مسكره معاكم زياده عن اللزوم. نص كوبايه حلوه جدا. وكمان هحتاج نص كوبايه من الكاكاو الخام، طبعا يفضل يكون نوع كويس علشان يظبط معاكم الوصفه. وكمان هحتاج نص كوبايه من الدقيق. هنا كمان هحتاج رشة بسيطة من الفانيليا، يعني تقريبا ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. طبعا لو عندكم فانيليا سايلة ممكن تستعملوها، انا ما كانش عندي فاستعملت الفانيليا الباودر. وكمان هحتاج لبن جوز الهند عشان هنا الوصفة بتاعتنا النهاردة صيامي. وكمان محتاجة مكعبين صغيرين من الزبدة النباتي. هنا بقى في كسرولة، في حلة صغيرة او ممكن كمان طاسة، مفيش مشكلة. هبتدي نجمع كل المكونات الجافة الاول مع بعض. حطيت السكر وحطيت عليهم الكاكاو، وبعدين نزلت بالدقيق. هقلب بس كده المكونات الجافة كلها مع بعض عشان بس يعني يختلطوا كده مع بعض قبل ما اضيف اللبن. لبن جوز الهند اللي انا هضيفه دول تقريبا 3 كوبايات. لو حابين تستغنوا عن لبن جوز الهند استبدلوا بمية بس. لبن جوز الهند طبعا يعني هيعزز طعم الوصفة معاكم، يعني هيديها طبعا طعم احلى من المية. لكن ممكن لو انتوا يعني حابين تستغنوا عن لبن جوز الهند وتستبدلوه بمية مفيش مشكلة. هقلب بقى كل المكونات دي كلها على البارد في الاول قبل ما نرفعها على النار. يعني اهم حاجة نتأكد كده ان كل حاجة دابت، يعني الكاكاو والسكر والدقيق دابوا كويس جدا، عشان لو رفعناهم على النار قبل يعني ما نتأكد ان كلهم يعني دابوا كده كويس واختلطوا باللبن، هيبتدوا ان هم يعملوا معاكم زي كتكوتات. يعني مع السخونة هيبتدي ان هو الدقيق هيبتدي يكلكع معاكم، هيعمل زي كتكوتات. فالافضل طبعا ان احنا يعني نقلب كل حاجة على البارد في الاول وبعد كده نرفعها على النار. هنا بقى على نار هادية خالص خالص، يعني نار متوسطة، اقل متوسطة كمان، ونهدي النار خالص. وبعد كده اول ما ابتدى الخليط ان هو يعني يتقل شوية معايا، نزلت بالزبدة، مكعبين الزبدة الصغيرين دول تقريبا 50 جرام، وبعد كده ضفت معاهم الفانيليا. هقلب بقى كده كل المكونات مع بعض. وبعد كده اخر حاجة ضفتها، يعني هتنقل بجد الوصفة دي لمكان تاني خالص، ضفت مكعبين صغيرين من الشوكولاتة الدارك اللي هي الشوكولاتة بدون حليب. طبعا انا ما ضفتهاش في الوصفة في الاول عشان لو مش موجودة عندكم عادي، لكن لو موجودة ضيفوا مكعبين كده او 3 مكعبات صغيرين، يعني هتدي طعم حلو جدا. في اي بقى قالب عندكم، ممكن قالب زي اللي انا استعملته او ممكن بايركس، اي قالب هنصب بقى الخليط فيه وندخله التلاجة. وهنا كمان عملت زي اطباق صغيرة كده عشان لو حابين تقدموه في اطباق الرز بلبن يعني، او اطباق المهلبية صغيرة، ممكن كاسات زي ما انتوا عايزين. وهندخلها التلاجة وبعد كده بقى نبتدي في طبقة الكريمة. هنا معايا 400 جرام من الكريمة اللي هي الكريمة النباتي، هي كريمة الخفق للحلويات اللي هي النباتي، او ممكن كمان تستبدلوها بكريم شانتيه خام وتضربوه بمية بتلج، طبعا مية تكون ساقعة عشان يتضرب معاكم على طول. هنا العبوة اللي انا استعملتها هي كانت 500 ملي، بس انا يعني خدت بس 400 ملي ضربتهم يعني زي ما انتوا شايفين كده، و100 ملي يعني سبتهم على جنب عشان احتاجهم في الاخر هنعمل بيها صوص الشوكولاتة. هنا اول ما تلاقوا الكريمه خلاص اتضربت معاكم كده كويس، ما بتروحش وتيجي معاكم في الطبق، خلاص يعني توقفوا ضرب على طول عشان ما تبتديش الكريمه تفصل منكم وتتحول معاكم لزبده. هنا بقى دي تاني طبقه، طبقه الكريمه هنحط كده زي طبقه كده على يعني اهم حاجه تكون الطبقه الاولانيه طبعا يعني اتمسكت. ندخلها التلاجة، هي تاخد معاكم زي تقريبا زي ساعه علشان بس يعني تتماسك، علشان نقدر نحط عليها طبقه الكريمه. وابتدي بقى نسويها كده. طبعا الكريمة يعني زي ما انتوا عايزين الكمية اللي انتوا عايزينها، او ممكن طبقة الكريمة تبقى قد الطبقة الاولانية، يعني زي ما انتوا عايزين مفيش مشكلة. وابتدي بقى نسويها كده بأي حاجة عندكم، بالسباتولا او ممكن
باي حاجه. اهم حاجه بس ان احنا يعني نسويها كويس عشان ما تبقاش كده الكريمه يعني منعكشه كده على الوش. ونبتدي بقى بمنديل كده نحاول ننضف بس كده الحروف، وبعد كده نرجع تاني ندخلها التلاجة لحد ما نبتدي يعني نحضر بقى اخر طبقه اللي هي الطبقه التالتة. ودي كمان الاطباق الصغيره اللي انا عملتها، هنحط برضو يعني معلقه كبيره كده او معلقتين من الكريمه، ونحاول برضو يعني نسويها كده اهوت. لو حابين يعني تقدموها بالطريقة دي او بالطريقة دي طبعا يعني حسب ما انتوا عايزين. الطريقتين بصراحة يعني طريقة التقديم جميلة جدا، يعني بيرجع بقى ليكوا انتوا عايزين تقدموها ازاي. هنمسحها كده كويس برضو، وهنبتدي برضو ندخلها التلاجة لحد ما نبتدي نحضر طبقة صوص الشوكولاتة. هنا بقى المكونات اللي معايا، هنحضر بقى اجمل صوص شوكولاته بجد يعني طعمه خرافه. هنا معايا 100 مللي من كريمه الحلويات اللي هي الكريمه النبات اللي انا قلت لكم هنشيل 100 مللي على جنب، وكمان معايا نص كوبايه من السكر، وكمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وانا كمان معايا نص كوبايه من الزيت. اهم حاجه لازم يكون زيت كويس علشان يدي طعم الصوص معاكم طعم حلو وما يغيرش طعمه. هحط بقى كل المكونات كده كلها مع بعض في الخلاط، بس ما عدا الزيت اخر حاجه. هضرب بقى كل المكونات دي كلها في الاول مع بعض قبل ما اضيف طبعا الزيت. الزيت يعني هنضيفه تدريجيا، يعني سرسوب صغير خالص كده من الزيت، واحده واحده لحد ما تبص هتلاقوا الخليط ابتدى ان هو يتقل معاكم زي ما انتم شايفين كده. بجد مش قادره اقول لكم بجد قد ايه فعلا طعمه يعني رهيب بجد. شايفين يعني كثافته عامل ازاي، تقيل جدا، وطعم الشوكولاته يعني مش قادره اقول لكم بجد احلى صوص شوكولاته تعمله. حلو جدا كمان لاي حلويات تستخدموها، لاي كيكه تحطوها على الوش، يعني بجد جميل جدا رهيب. هناخد بقى كده والصينيه يعني طلعتها من التلاجة بعد ما طبقة الكريمه يعني برضو اتماسكت. هنبتدي بقى نحط بقى نصب شوية بقى صوص شوكولاتة كده على الوش، يعني ما كتروش، يعني طبقة كده صغيرة خالص كده ندوق بس نغطي طبقة الكريمة، ونبتدي بقى نسويها. بجد يعني احلى وصفة هتقدروا تعملوها. الوصفة دي جميلة جدا، حلوة قوي قوي، كمان لو عملتوها في راس السنة حلوة جدا، وكمان يعني نباتية ما فيهاش يعني حليب، وكمان بدون فرن وبدون بيض. يعني بجد طعمها كمان خرافة، يعني 3 طبقات، يعني الميكس كله بجد على بعضه مش قادرة اقول لكم فعلا قد ايه هي جميلة. شايفين قد ايه جميل صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته مظبوط جدا وتقيل، يعني مش قادره اقول لكم بجد طعمه لوحده حكايه. في الاخر بقى انتوا ممكن تزينوها باي حاجه انتوا عايزينها، ممكن شويه شوكولاته مبشوره، يعني اي حاجه. التزيين ده طبعا يرجع لكم انتوا، او ممكن كمان تسيبوها ساده خالص من يعني من غير تزيين، كفايه طبقه الشوكولاته اللي على الوش. طعمها بجد يعني خرافه، طعمها جميل جدا، طعمها بجد رهيب. جربوها بجد بالطريقه دي، ومتاكده ان انتوا يعني هتعجبكم جدا. انا وانا بصور انا نسيت يعني ان انا بصور وبقيت عماله اكل فيها من كتر جمالها، طعمها جميل جدا. يعني طبقه الشوكولاته ويعني وطبقه الكريمه والطبقه الاولانيه كلهم بجد يعني على بعض يعني لا يقاوموا فعلا، مع ان يعني مكوناتها بسيطه جدا، بس بجد طعمها حلو قوي قوي. اتمنى بجد ان انتوا جربوها في راس السنه، وجربوها يعني احنا في الصيام جربوها. اكيد احنا دايما بنبقى محتاجين ناكل حاجه حلوه، وحاجه كمان تكون بسيطه وما تاخدش مننا ولا وقت ولا مجهود، وكمان يعني بدون بيض وبدون حليب وبدون فرن، يعني ما فيش ابسط من كده. اتمنى بجد تكون وصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها بالف هنا على كل اللي هيجربها، واشوفكم على خير، باي باي.